مسلسل تشيرنوبل 2019 يحكي على كارثة انفجار مفاعل نووي. صارت الحادثة هذه في عام 1986 في الاتحاد السوفيتي في وقت حكومة غورباتشيف. فاليري ليغاسوف كان عالم نووي معروف. جابوه مباشرة بعد الانفجار باش يفهم شنو صار بالضبط وكيفاش يوقفوا الكارثة. من الأول يبان هو صوت الحكمة والحق، يحاول يواجه الإنكار والخوف السياسي عند المسؤولين السوفييت. خدم ليغاسوف اليد في اليد مع شربينا المسؤول الكبير في حكومة غورباتشيف، ومع برشا مهندسين ومسؤولين في الجيش باش يلقاو حلول عملية، منها تبريد المفاعل ومنع الانفجار الثاني اللي كان ينجم يدمر نص أوروبا. في القصة نشوفوه يصارع بين أنه يقول الحقيقة وبين الخوف متاع النظام من الفضيحة، وفي نفس الوقت يحاول يحمي في الناس اللي معرضين للإشعاع. في الآخر بعد ما يشهد في المحكمة ويقول جزء من الحقيقة، يلقى روحه معزول وتحت ضغط نفسي كبير. المسلسل يوري اللي بعد عامين من الكارثة ومع الإحساس بالذنب اللي ما قالش كل شيء، ينتحر فاليري ليغاسوف، ويخلي ليغاسوف تسجيلات صوتية تفضح الفساد والأخطاء اللي صارت. قصة تشيرنوبل هي رحلة التضحية والمواجهة والثمن اللي دفعوه الناس باش يقولوا الحقيقة.